اليوم 2024 أول عام 2024. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون عام سعيد خالي من الأحزان والحروب والمشاكل والأمراض، وعام مليء بالسعادة وتحقق فيه كل أمانيكم. أنا جاي النهاردة أتكلم عن ثقافة العرب وثقافة الغرب. إحنا العرب بنعلم ولادنا إيه والغرب بيعلموا ولادهم إيه. إحنا بنعلم في العرب، بنعلم ولادنا إزاي تحب نفسك ثم نفسك ثم نفسك ثم الآخرين. في الغرب بيقول لك كلنا إيد واحدة، كلنا مع بعض متماسكين مترابطين. عايز تنجح يبقى لازم تعمل تيم أو فريق ينجحك، يحطك على أول الطريق. ولا نجاح لفرد أو مؤسسة دون أن يكون لديها فريق عمل ناجح وبيحب بعض. لكن احنا يقول لك انجح لوحدك. طيب تعالوا عشان ما اطولش عليكم هحكي لكم. فاكرين اللعبه بتاع زمان، الكراسي الموسيقيه، لما اجيب 9 كراسي و10 اولاد واقول لهم يلا ونغغل الموسيقى، وابدا الموسيقى، واللي ملوش كرسي هو ده اللي هيطلع بره، وكل ال9 يقعد وال10 هيطلع، وبعد كده نشيل الكرسي الثامن ويبقى يبدا ايه اجري تاني، ايه حاوريني يا كيكه حاوريني يا كيكه حاوريني يا كيكه لحد ما يجي ايه رقم لحد ما يبقى كرسي واحد عليه 2 فاضل 2، وفي النهايه واحد والتاني برضه يقول برافو شاطر انت كسبت انت 100 انت كده. اللعبه دي على فكره لما جم حللوها الغرب قال لك دي اللي بيعملوها العرب دول، ده كده حب النفس، حب نفسك ثم نفسك ثم نفسك. طب هم لعبوها ازاي بقى؟ هم زرعوا خدوا اللعبه مننا وزرعوا حب اليابانيين بقى، اليابانيين والغرب، حب الجماعه. قال لك احنا انتوا 10 اطفال او 10 اشخاص و9 كراسي. طب اللعبه ازاي بقى عندهم؟ قال لك اللي مش هيبقى له كرسي المجموعه كلها خسرانه. ايه بتقول ايه تاني تالت؟ اللي ملوش كرسي، اللي مش هيقعد على كرسي، المجموعه كلها خسرانه. يعني ال10 افراد او ال10 اطفال او ال10 اشخاص لازم يقعدوا على ايه؟ على كرسي. ما اعرفش ازاي بقى. فكل الاطفال بيلموا بعضهم، بيجمعوا بعضهم، بيحضنوا بعضهم ان هم كلهم هيقعدوا على ال10 يقعدوا على 9، وبعد كده بيشيلوا الكرسي التاسع، يبقى فاضل ايه؟ فاضل 10 برضه يقعدوا على ال8 كراسي بأي طريقه. كل 2 بقى يقعد على كرسي، يقعدوا مع بعض يقنعوا نفسهم لحد ما يبقى كرسي واحد، يبقى ال10 يحاولوا يقعدوا على ايه؟ يعني لحد ما بقى خلاص كده ملوش كرسي، خلاص يحاولوا ال10 يقعدوا على كرسي، يقعدوا فوق بعض، يقعدوا بقى يحضنوا بعض، المهم يركبوا على بعض، المهم ما مش مهم، المهم ان ال10 يقعدوا على كرسي واحد. هنا خلق روح الجماعه، روح الحب، روح الموده، روح ان كلنا ايد واحده، فريق واحد، جماعه واحده. شفتوا بقى؟ شفتوا الفكره عندهم عند الغرب وعندنا عامل ازاي؟ هنا حب نفسك ثم نفسك ثم نفسك ثم الاخرين، لكن هناك حب الاخرين وحب العمل الجماعي وحب الروح الجماعيه. هو ده الفرق بين الثقافه العربيه والثقافه الغربيه، هو ده اللي خلاهم ينجحوا وده اللي خلانا نفشل. هنا المنظومه عندنا صاحب المدير بيقعد يحط عصفوره على كل عامل، وكل عامل بيبقى عصفوره على التاني، وكل واحد يقول لك انا ربنا فوق وانا تحت ونفسي ثم نفسي ثم الاخرين، واللي هيجي عليا هفرمه وهطلع مش عارف 33 مش عارف ايه. ماشي. هناك لا، هناك كلنا ايد واحده، هناك دوالبنا مفتوحه، مكاتبنا مفتوحه هناك وتعالى واساعدك، ولو في حاجه معلومه اقولها لك. لكن هنا مش هقول المعلومه، خليه يتوه، خليه يفشل، خليه ياخد جزء. عرفتوا بقى؟ عرفتوا الفرق بين ثقافه العرب وثقافه الغرب؟ يا رب نتعلم ويا رب نحب بعض. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.